ازيكم عاملين يا رب تكونوا بخير. كل لعيبه الكوره كل نفسهم يلعبوا كوره ان شاء الله نشوفكم في اكبر واحسن الانديه. معاك كابتن اسلام مصطفى فيديو جديد النهارده ان شاء الله هنتكلم عن فرصه كويسه جدا وفرصه مميزه تلعبك دوري وكمان تخليك تتسوق في الانديه بسهوله، وهكون مشارك معاكم طول السنه وطول الموسم في الفرصه دي. هنتكلم عن كل تفاصيلها في فيديو النهارده، عشان كده كمل الفيديو للاخر ما تسيبش اي لحظه في الفيديو عشان تفاصيل كتير وتفاصيل مهمه جدا. بس قبل ما نبتدي الفيديو، لو انت اول مره تتفرج عليا ولسه مشاركش في القناه دلوقتي حالا اعمل اشتراك في القناه، ولو مشارك بالفيلم ما تنساش تدينا لايك كده اللي بيدينا طاقه وحافز عشان نسوي لكم فيديوهات كتير الفتره الجايه. ما تنساش تعمل لي فولو على الانستجرام. ومن غير رغي كتير يلا بينا نبتدي الفيديو، يلا بينا. الفترة اللي فاتت كنت متابع الاختبارات كلها ونزلت مواعيد اختبارات كتير جدا، ويمكن تابعت بعض الاختبارات رحت وشفت بنفسي. في ناس كتير قوي لعيبة كويسة جدا ومميزة جدا بس مش عارفة تروح نادي او ما نجحتش في الاختبارات. طبعا ده بيرجع لظروف كتير جدا، منها التوتر، منها القلق، منها ممكن المجموعة اللي بتلعب بيها مش عارفة تظهر امكانياتك، منها ممكن مش واخد على الاجواء، مش واخد على الحدث. فبتلاقي ناس كتير مش عارفه تظهر بمستواها، رغم ان من لمساتها تقدر تعرف قد ايه اللعيبه دي كويسه جدا ومميزه. وفي لعيبه تانية لعيبه كويسه محتاجه شويه شغل وتبقى في حته تانية، فالنادي مش هياخدك ويشتغل، لا النادي بيبقى عايز لعيب جاهز من كل حاجه. فاللعيبه دي كلها ان شاء الله هتقدر تستفاد من خلال اللي احنا هنعمله الفتره اللي جايه باذن الله. يعني الحمد لله بقى عندنا قاعده كبيره من اللاعبين سواء في اكاديميتنا او على مستوى الانديه، فقدرنا ان احنا ناخد اسم نادي كبير في الدرجه الثالثه والرابعه نشارك بيه في منطقه القاهره، وهو اسم نادي المصري القاهري. وباذن الله هنعمل اختبارات يوم الخميس الجاي الساعه 2 في نادي المرج. نعمل اختبارات يوم الخميس الجاي الساعه 2 في نادي المرج عشان اخد اللعيبه الكويسه واللعيبه المميزه اقدر ان انا العب بيها دوري واقدر ان انا اسوقها. وفي طرق كتير قوي ان انا اقدر اسوقها، منها الطريقه اللي انا بحبها دايما هي الماتشات الوديه. ان شاء الله نعمل ماتشات وديه مع جميع الانديه الكبيره، بس بعد ما نحفظ الشغل نشتغل كويس عشان تظهر باحسن صوره ليك. باذن الله لعيبه كتير ان شاء الله تروح انديه. مش شرط ان انت تلعب معانا الدوري عشان تروح نادي، لا احنا هنشتغل من هنا لحد الدوري على التسويق وعلى تطوير امكانياتك وتطوير مهاراتك. طبعا اللعيبه الكويسه بس هي اللي هتبقى موجوده، اللعيبه الكويسه بس. اللاعب اللي مش كويس برضه هيبقى ليه فرصه في ان هو يتعلم وان هو يتطور اكتر من خلالنا، برضه من خلال مجموعه المدربين اللي احنا كوناها، والحمد لله من اميز المدربين في السن ده. طيب هل الموضوع استثماري او هل الموضوع مادي بحت؟ لا الموضوع مش استثماري خالص. في لعيبه كتير جدا هتلعب بدون مقابل، وطبعا دي اللعيبه المميزه جدا. يعني مطلوب لعيبه بدون مقابل للعيبه المميزه جدا. طب انت مش مميز او محتاج شغل، هتدفع مصاريفك خلال السنه، يعني مش هناخد مكسب منك، هناخد المصاريف اللي هي هتشيل السنه. طب هتستفاد ايه مقابل المصاريف دي؟ اولا لو عندك نقص نشتغل عليه، هتتطور جامد جدا، هتتسوق في جميع الانديه، هتلعب دوره تحتاج يبقى معاك كارنيه اتحاد كوره ولعبت دوري عشان لما نقدر نسوقك تاني يبقى انت لعبت دوري من خلالنا ودوري قوي وعملنا نتائج مميزه. فاحنا ان شاء الله هنعمل فرق كويسه، فرق قويه جدا. المواليد المطلوبه هتبقى من 2009 لحد 2014، من 2009 لحد 2014 يوم الخميس القادم، يوم الخميس القادم في ملعب نادي المرج، في ملعب نادي المرج. طيب تروح ازاي نادي المرج؟ هتنزل محطة المرج القديمة في المترو، هتنزل محطة المرج القديمة وهتسأل على نادي المرج، مشوار بسيط وسهل. تنزل محطة المرج القديمة وهتسأل على نادي المرج. هتيجي الاختبارات إن شاء الله مجانا بدون أي مقابل مادي، هنشوفك بدون أي مقابل مادي. تيجي إن شاء الله نبص عليك، أنا هبقى موجود هستقبلك وهنبص عليك في الاختبارات. مستواك مميز مش هناخد منك أي مقابل مادي، مستواك ناقص هتلاقيني بنتكلم معاك بكل صراحة وكل وضوح، والمتطلبات منك هتلاقيني بشرحها لك وازاي هنشتغل الفتره الجايه ونشتغل على ايه. طبعا ده بديل للانديه الاستثماريه، بدل ما تروح نادي استثماري كل هدفه استثمار فقط، لا انا الهدف مني انا التسويق. رقم واحد التسويق، رقم واحد ان انا اشوف لعيبه من عندي في انديه، وبعد كده انت اللي بتدفعه ده بيشيل مصاريف طول السنه. انا بالنسبه لي هستفاد ايه؟ هستفاد ان انا لما يروح من عندي لاعب او اثنين وثلاثه ده هيعلي لي الاكاديميه بتاعتي وهيعلي لي اسمي في المجال وهيعلي لي اسمي في التدريب. فانا كل هدفي من الموضوع ده تسويقك انت ومصلحتك انت. فانت هتيجي ان شاء الله هتستفاد، يعني القرش اللي انت هتدفعه لو هتدفع هتستفاد منه ان شاء الله، هتاخد مقابله حاجات كتير جدا. فان شاء الله فرصه كويسه، هستناكم باذن الله يوم الخميس الساعه 2 في نادي المرج. لو عايز تسال او تستفسر عن اي حاجه ممكن تكلم الارقام دي سواء واتس او تليفون. ده رقم الواتس وده رقم الموبايل، هيرد عليك كابتن رمضان، هيكلمك عن كل حاجه بتسال عنها، وان شاء الله
تستفادوا باذن الله، يكون خطوه ليكم، وباذن الله يكون مشروع للسنين اللي جايه. دعواتكم ويا رب يا رب كل الناس اللي بتتفرج عليك تستفاد من المشروع ده. ولو محتاج اي حاجه اكتب لي في الكومنتات او اتصل على الرقم اللي موجود ده، هتسال عن اي حاجه انت عايزها. وبكده خلصنا فيديو النهارده، يا رب تكونوا استفدتوا. كان معاكم انسان مصطفى، استنوني في فيديو جديد من قناه يوميات لعب كره قدم. اشوفكم على خير والسلام عليكم.